ماسكة الخمرة بتشرب منها وبتقول إنها صناعة فلسطينية وبتشربها علشان تدعم القضية، والجمهور عامل حملة علشان يلغي متابعتها. بنت عمرو دياب قلبت السوشيال ميديا، يا ترى إيه الحكاية؟ في الساعات اللي فاتت بنت عمرو دياب كانت في صدارة الترند، وده بعد كالعادة لما نزلت صورة على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام، لكن الصورة كانت غريبة شوية على الجمهور العربي، واللي شايف طول الوقت إنه جنى بتنزل صور تسيء للمجتمع العربي ومخالفة لعظاته وتقاليده. وظهرت جنى في الصورة وهي ماسكة إزازة كحوليات بتشرب منها، والأغرب بقى هو تعليقها عليها اللي بتقول فيه إن الإزازة صناعة فلسطينية وهي بتشربها علشان تدعم القضية. وده اللي خلى الجمهور يشوف إنها بتستهزأ بموضوع حساس قالب العالم كله، أو إنها شايفاها مادة للسخرية. الصورة دي انتشرت في الوقت اللي أول مرة لعمرو دياب يظهر ويعبر عن رأيه في حدث عالمي بعد ما ألغى تعاقده مع شركة من الشركات المقاطعة. ده غير إنه لغى أكتر من حفلة ليه، ولما رجع وعمل انترفيو مع الإعلام الغربي تداول فيديو ليه وهو بيتكلم بالأسباني وبيعبر عن رأيه لأول مرة. وده اللي خلاه يتم انتقاده هو كمان، والهجوم على جنى يزيد أكتر. ودي مش المرة الأولى اللي صورها تبقى ترند على السوشيال ميديا، سبق من كام شهر واتصدرت لترند لنفس السبب، وده لما كانت متواجدة في مصر. ودي كانت فرصة هايلة إنها تصور كل المعالم والمزارات علشان تشجع السياحة، وزي ما كانت بتنزل صورها في بلاد الأجانب تنزل صورها في مصر. لكن الغريبة هو اختيار جنى لتصوير الأماكن والكادرات، مرة تصور صورة حصيرة وزبالة وكأنها قصدها تظهر أسوأ حاجات هي بتشوفها، علشان كده قابلت هجوم كبير من الجمهور. ده غير الصور اللي كانت بتظهر فيها وهي بإطلالات جريئة، يعني حكاية اللي ترند بسبب صورها هي متعودة عليها. لكن أولاد عمرو دياب كلهم ماشيين على نفس النهج بتاع الهضبة، لا عمرهم بيكرهونا برضو على انتقادات، ولا عمرهم كانوا بيقصدوا يبقوا ترند. طول الوقت عايشين حياتهم الشخصية بعيد عن الحياة الفنية والشهرة، لكن بيدفعوا ضريبة إنهم ولاد واحد من أهم نجوم الطرب والغنى في مصر، بإن كل تصرفاتهم محسوبة عليهم. دلوقتي بقى جدوركم تشاركونا الرأي، تفتكروا إيه معنى الصورة اللي نزلتها جنى؟ وهل فعلا كان مقصودة بيها تدعم القضية؟ شاركونا رأيكم في الكومنتات.